مواصلين معكم برنامج ديال المريخ الرياضي مع كل من فتح العلاوي، محمد الروحلي، جمال السطيفي، وايضا مصطفى بيضوطان. في الساعه الاولى تكلمنا على انجاز ديال يو 23، انجاز كبير مهم جدا، فهنيئا لاشبال الاطلس وهنيئا لينا كاملين كمغاربه. الجزء الثاني كاس العرش، ماتش سالب 1-0. الماتش الاول الرجاء في الديربي مع الوداد، هدف عكسي ديال زولا، والماتش الثاني 1-1 وابخي فضربات الترجيح فكانت لصالح فريق النهضه البركانيه، والنهائي المرتقب غيكون ما بين الرجاء وبركان في انتظار تحديد موعد لهذا الماتش هذا. على حسب تصريحات ديال المدربين ما بعد مباريات، فهم اكدوا انه توصلوا اوليا ان يمكن الجمعه يكون ملعوب الماتش، مي كنتظروا شي بلاغ رسمي باش اننا نكونفيرميو التاريخ بالضبط والملعب والتوقيت. بداو مباراه ديربي اللي عرفات ثلث ساعه اوليه كانت فيها سيطره الرجاء، اللي مشاو كيبريسيو وكيحاولوا انهم يخطفوا لي بالون للوداد، خطفوا كره ماركاو بيت، ابخي رجعوا البلوك، الوداد شدوا البالون في ماتش بقى من الماتش، ولكن بدون ما قدروا انهم يسجلوا البيوت. ديربي ككل شبان لك في نظره اوليه؟ واش كان انتصار مستحق الرجاء، ولا شنو السبب اللي خلى الرجاء تدوز، وشنو السبب اللي خلى الوداد انها ما قدرتش تسجل وما دازش لا فينال؟ العلاوي هنيئا الفريق الرجاء وبركان وصلوا للفينال، بداو بعدا بماتش ديربي. بركان لا دوزيام فوا سوكسيسيف دات هذاك العام. بداو الديربي بيان سور، كان الجمهور، كان كل شيء كيف قلتي. يمكن الوداد ما دخلوش مزيان في المقابله، تسجل هدف ولكن بعد شدوا الكره مشاو. الدوزيام ميتا كان ديالهم ما جاوش الله. علاش الوداد خسرات؟ الوداد هذا العام راه فريق اللي كان لعب على كل شيء وخسر كل شيء. علاش خسر كل شيء؟ تفسير اي حاجه لها تفسير. بيان سور جمال شكون حاجه كان جايك فريق الرجاء حقهم في الحديث. فريق بدا بالرابح، بدا اللي ربح، بدا على البارح تلعب في الوداد. لا غير هذا مهم نقولوا هذا البريومبول، هذا لونطري اون ماتيير. خسرتي كل شيء لان ما يمكنش. راه كنقولوا انا راه ما يمكنش فرقه تعاقدوا على 4 ولا 5 ديال لي زونترينور، وما عرفت شحال من ادجوان، وما عرفت الاسباب، ومازال هذه اسباب كبيره بزاف. وما عمر الاختيار كان هو هذاك، واخرهم هذا المدرب هذا مخاسم مع كل شيء. يعني حتى لومبيونس ما بقاتش هي هذيك. قبل كنتي كتشوف مشاجرات في التيران ما بين لعابات الوداد. واش المشكل كيتحملوا غير المدرب ماشي حتى اللعابه؟ وبلاتي انا جاو حتى شكون الربان، شكون اللي غادي يضبط داك الفيستير ويضبط دوك اللعابه؟ راه هو المدرب. جو صحي وملي كيولي كل واحد داير اللي بغا. انا نعطيك مثال صغير مثلا وما تفهمونيش غلط. قولها للجمال حنا غنفهموك مزيان. انا مثلا ديما هو الجمال عينو فيا. انا مثلا عزيزين عليا المدافعين اللي كيكونوا حارين وكيكون الكورنير قامت القامه طويله كيضرب بالراس يقدر يسجل. زولا سجل في كورنيرات ولا في بالاريتي وضرب فرحان شحال مره فرحان، ولكن باش تولي طالع افون سونتر كضارب تما. زولا راه طلع كره حيده بالراس ديجاجاها، وكره كان فيها اورجو كاع، هو داخل اورجو داخلي فوضى. ما تقدرش تقول لي رجع اخويا لبلاصتك. كاينه فوضى، كاين واحد النقطه. انا كنت في التعليق على المباراه انا ويونس جوده، تحيه ليونس. بان في الماتش كندوي على الكواري العاديين، الكره جات الوسط بين جوج، بان انا كان عند لعبه رجاء لونفي كانت الرغبه اكثر، بانت لي كان في التيران بانت لي اكثر. واش لاحظتوا هذا الامر هذا جمال؟ فعلا هذا هو اللي صنع الفارق. يعني الفوز ديال الرجاء فعلا حنا تكلمنا. تذكرتي كنتي سولتينا قلت لي شكون، قلت لك انا كنشوف الرجاء اقرب الى الفوز في المقابله ديال. السبب هو لونفي دائما. لا، اولا هما كانوا بداو الاستعدادات بشكل مبكر، الوداد ريحوا شي 10 ايام. هذا الرجاء بداو الاستعدادات ديالهم بشكل مبكر، سادين عليهم وبداو الاستعدادات ديالهم بشكل مبكر. هذا الشيء شنو عطى واحد التركيز. صحيح ما كانش مستوى كبير ديال الرجاء ايضا في المقابله، ولكن كانوا مركزين، دخلوا بشكل جيد في المقابله. جات الفرصه ديال الهدف اللي سجلوه، اللي كانت بدات من خطا ديال في التمرير ديال ايمن الحسوني، وجا الهدف اللي سجلوه زولا ضد المرمى ديالو، وحافظوا على ذاك الهدف. احيانا تقدر تسجل هدف وتحافظ عليه. نجحوا في انهم يحافظوا على الهدف، وكانوا مركزين، وكانت عندهم رغبه، وكانوا باش انهم يمشوا المقابله النهائيه، وباش انهم ايضا يبقاو ينافسوا على مقعد
ديال المشاركه خارجيه في مسابقه ديال الكاف. كان ممكن يتحسم الامر البارح لو انه الفتح هما اللي ربحوا، ولكن ملي ربحوا نهضه بركان بقى الحسم الى المقابله النهائيه اللي غتجمع ما بين فريقي نهضه بركان والرجاء. بعد تما الرجاء تقلق شويه على مثلا طريقه الدفاع بشكل مبالغ فيه من بعد. البعض كيوكل لها نورمال مباراه كاس العرش وراه ربحوا. شكون اللي تكلف؟ راه تكلف. هذه مقابله ديال كاس العرش. اذا المدرب ما يمكنش تلوموا اللاعب. اول ماتش ليه، لا اول مقابله ماشي تقريبا هو اللي لعب الامكانيات اللي عنده، لعب على حسب الامكانيات اللي عند ديال اللاعبين اللي عنده في فريق الرجاء. فسجلتي هدف مبكر، مقابله يعني غديك المقابله النهائيه، حافظتي على الهدف فنجح في المهمه. لو انه ما نجحش ممكن يكون نقاش هو المبالغ فيها ولكن هو حافظ. كان ممكن الوداد يسجلوا، كل الوداد سجلوا كانت تصعب مهمه، ولكن خاصنا دي شونجون في الاخير ديال الدفاع. وي حافظ على النتيجه. وحاجه اخرى باش نكمل هضرتي في المسار اللي قلتي لي واللعابه، راه كاين لاعب عارف راسو ما لعبش، مشى من لوطيل. قلت احترام هذا واحد اخر بلاتي، واحد اخر ما جاش، تبقات يومين باش جا لونطرينمون. وزيد على بلاتي نورمال. هذيك الطريقه بوهره البارح كيفاش كيهضر مع الاربيتر، واش نورمال هذيك؟ ما معقولاش كاع. تسيب كبير بزاف د الحوايج. كاين حاجه اخرى ماشي اللعابه اللي ما مركزينش، وكل شيء ما مركز، والجمهور ما مركزش. واش كاين شي فريق خاسر وكتوقف مقابله جوج مرات يعني ما عرفتش انا كيفاش العمليه كيفاش كتتم. واش داك السيد صدر كانت مؤثره القضيه هذه؟ لا انا كنقول على دابا راه كانت مؤثره في العصبه. راه في العصبه كانت مؤثره. راه كندوي على التركيز. ربما ماشي انا كندوي على التركيز. انا ما عرفتش العمليه الميكانيزم كيفاش كيتم. بالحال كاين شي واحد كيسير الجمهور. كيتم اتفاق على دقيقه على توقيت ديال كراكاش. لا توقيت انت فرقتك خاسره ودير توقيت. لا قبل الماتش كيتم اتفاق على وقت. كمثال هذه غير دويتي لي هذه هي امور ما فيش كنشوفوها بالنسبه للوداد والطريقه ديال التشجيع ديالهم. طرات في مقابلات الاهلي وقفوا في المقابله في التوقيت خطا، وطرات جوج مرات في المقابله ديال امام فريق الرجاء. هي غريبه، انا استغربت يعني كيفاش انه ممكن فريق كيقلب على النتيجه وضيع فرقته 5 دقائق. كتكون في طون فور نتايا وكتهرس لك الرجاء. بالنسبه للرجاء كندبح عندي نقاش مع بعد المقابله ميم مع بعض الناس على البلون دو جو. زعما بغيت نفهم كيفاش الخطه اللي تخدمت. من اللي وصلني مصادر موثوقه ان في البلون دو جو ديال الرجاء مع الاناليز فيديو الى اخره كانت بعض الملاحظات على بعض لاعبي الوداد انهم كيطلبوا البالون على الوقف. فهذا الشيء الامر اللي كان البلون ديال الرجاء هو انهم فرقوا جوج لعابه وكل واحد عطاو لعاب. واحد عطاو ايمن وزريده، واحد عطاو جلال داودي اللي هو المكازي، ان الرجاء يبالونسيو البالون ويتسناو اي خرجه ديال رولونس كيمشيو مع الكونترول دو بال. كيمشيو كانت خدمت في لونطريمون هذه قبل الماتش بالاسماء مع العناصر يمكن كانت خدمات عليها بالملاحظه. يعني كان كي جاك بلون دو جو الرجاء ما هضروا على الوداد واش كان بلون دو جو الرجاء العادي. حيت زين باور اكد هذا البلون دو جو ديال مباراه خاصه. يعني الرجاء لعبوا على اساس شنو عند الوداد. اش بان لك بلون دو جو الرجاء مصطفى؟ انت لعبتي مع الفريق بزوج، لعبتي الديربي وكتعرف قيمته. فبطبيعه الحال اول حاجه بعدا واش الديربي جا في التوقيت ديالو ولا لا. هذه عليهم بجوج يعني كون كانوا لاعبين كومبيتيتيف مثلا لاعبين سنه البطولات لعب ذاك الديربي غنشوفوا مقابله اخرى واحد الريتم اخر. بالنسبه لي انا الريتم راه ما كانش واحد الريتم اللي هو ربما كانوا فرص هذه، ولكن انا بالنسبه للريتم ديال المقابله ما كانش الريتم اللي هو عالي. بالنسبه للمدرب ديال فريق الرجاء الرياضي اول مقابله هو غادي يكون شاف فريق الوداد الرياضي عارف نقاط القوه نقاط الضعف. انا اللي عجبني في هذا المدرب هذا هو انه وقف بونتوش 90 دقيقه ميكرو 90 دقيقه هو وقف بونتوش كيوجه اللاعبين عنده الهدودي والمقدم. شنو خلاه سد ميليو تيران بغيتو الجناب خذوا الجناب. بالنسبه للاطراف خذ يعني حتى التمريرات اللي كيكونوا لا من بوهرة ولا كذلك من بوسفيان عندك جوج لاعبين طوال القامه اللي هو الهدودي والمقدم. السونطريسي غيمشيو فوالا السونطر غادي يمشيو ليك. هو نجح في هذه الخطه هذه لانه الا شتي فريق الوداد الرياضي ما تخرجش من العمق كاع نهائيا. لانه بعض المرات حاط لك تما كاميرا فوالا خصك تنوع اللعب وقال لك خذ الاطراف كاين سونطر كل الكوارير العاليين كاملين خداوهم فريق الرجاء الرياضي. بالنسبه لي انا لو ميور جوور في الفاندو هو زريده. بالنسبه لي لاعب مسموم كيفاش مسموم كره القدم ايجابي وي بطبيعه الحال
اما شوف كاع الكواري وي احنا كان بلغه الكره كنقولوا هذا اللعاب مسموم سامه، كنقولوا سامه، ما تيتعاطقش مع لي بال ديالو، كاع لي ديال خداهم والشيء الضغط ولا خطف الكره على بطبيعه حسون الحال هنا ولاعب ذكي خلبيت يحسب لهم بزوج. شوف ولاعب الايجابي وعنده شوف اسمح لي وعنده هامش تطور كبير بزاف زريده. الواحد اللي ما باش عليه انا تاثر بهذا الاطراف اللي خدا هو العطله اللي خدا، الواحد اللي بان لي بانه راه كومبيتيتيف وقيلا ياك ما كيلعب شي بطوله اخرى، لانه بان لي 90 دقيقه كلها بنفس الريتم، الاداء ديالو متميز، الانتشار ديالو، التمركز ديالو، الكوري ديالو كلهم خداهم مهاري. راه بالطريقه باش تشوف راه خصك تكون ذكي باش تاخذ الكره ديال الحسوني. دونك هنايا ربما كاين لعاب اخر ما ياخذهاش، يقولوا مش قبل هو فوالا مش قبل لا اونتيسيبي عرف واش غيدير. خدموا عليها بالاسماء كما قلت لك افتح، خدموا عليها في لونطريمون بالاسماء. بالاسماء انا زريده مع ايمن وجلال كنظن مع مكعازي بالاسماء الكونترول. فوالا لانه شتي الحسوني بعض المرات تيخرج باش ياخذ البالون، وهذا هو الشيء اللي بغى المدرب ديال، لانه القوه ديال الحسوني شنو هي؟ هو ملي كياخذ البالون وكيدور ما لقاش دوك المنافذ، لانه علاش؟ راه عندك اهولو وعندك كامارا وعندك مكازي وعندك الزريده في مليو تيران، وكيرجع بعض الاحيان كيرجع الزرهوني. دونك هنا جميع المساحات يعني غلقوهم، يعني ايمن الحسوني ولا كيخرج، وهذاك هي الغلطه اللي داز. وقيته اللي خرج انه يريكيبيري البالون بغى يعطيها تخادت، لانه هذا المقابله ديال الكاس راه ما فيهاش الي روتور، ضرب طيح. ولكن مصطفى مع هذا الشيء وهذه الخدمه راه جاو دي زاكسيون دو بوت. وي رانا جاي كفتاح، انا كنهضروا على جزئيات بسيطه، لان ملي مشاو من لا دروات علاش فتحت نقول لك بعض المرات رغم انا صامبويه هداف ديال البطوله وهذه سميتو، ولكن اسمح لي راه بالنسبه للفرق الكبرى كالوداد ولا كالرجاء ولا كالجيش راه خصهم مهاجمين، اوكازيو وحده تجي اخسى بحال الكره اللي عطاها ليه ابو سفيان هذيك غير تهز دوك كيخصك واحد ضربه وي بطبيعه الحال. بالنسبه لي انا زفين، اسمح لي انا بالنسبه لي انا كرئيس ديال فريق الوداد الرياضي ما نغدا نقول اخويا اسمح لي وراه على مواصفات كره كاين اسمح لي زفين اخر مقابله كانت واضحه اسمح لي شاد ليا ورقه والستيلو وكتخمم ليا وكتشوف ماشي ورقه والستيلو لا اسمح لي تكونسونطر على طريقته الطريقه ديالو، ولكن واش كتشوف نعطيك مقارنه بينه وبين المدرب ديالو الاخر اول ماتش اللي عاوتاني هذاك ما غنقدروش نحكموا عليه مازال في ماتش واحد. احنا ما حكمتش عليه انا في المقابله كاع بونتوش انه كيفاش كيوجه اللعب 90 دقيقه كل واحد عنده طريقته. لا اسمح لي ما كتحكم النتيجه في الاخر. الظهر اللي عند زفين راه ما عند حتى شي واحد فيناليست ديال الشامبيونز حقيقه راه ما خصوش يمشي دابا، خص بقى تيطير الوداد من لا كوبا. هذاك الشيء اللي بان لي انا والله العظيم هذاك الشيء اللي بان لي انا. بالنسبه لي سعيد خصو ياخذ قرار انه زفين راه ما يصلحش فريق الوداد، لان شوف غادي يكون اصطدامات، غادي يكون طاحونات بين اللاعبين، لانه الجو ماشي صحي بالنسبه لفريق الوداد الرياض. روح لي انا في نظري بلا ما ندخلوا الاخوان كلهم ندخلوا في التفاصيل ديال المباراه المعطيات ديالها، وانا واحد القضيه دائما ما كنفهمهاش، كيقول لك جزئيات بسيطه تحكم. انا شخصيا ما كنفهمهاش هذه الجزئيه بسيطه، هي مؤثره في النتيجه وكترجح كفه فريق على فريق. تعتبرها بسيطه، كتعود بسيطه، هي جزئيات صغيره. كيقول لك المهم هذا نقاش اخر. انا بغيت نهضر على حصيله الوداد فريق مرجعي، فريق كبير، فريق عنده طموحات كبيره، كيخرج بالصفر لقب حتى الان. ولكن ولكن دابا انا كيبان كتعب وصيف بطل افريقيا كومين بطبيعه الحال. ولكن شوف الوداد عود جمهوره وعود المتتبعين والراي العام بانه دائما كينافس على الالقاب. خرجتي بطريقه غير مقبوله مونديال الانديه، انه رغم انه تلعب في المغرب، قصيتي لعبتي لا فينال ومشى منك بواحد الشمته عصبه الابطال، ما ديتيش البطوله الان كاس العرش اللي من 2011 ما فزتيش به، وزيد سوبر كوب ديال ذاك 2001 ولا زدتي سوبر كوب وسميتو قلت بينا شوف هو نكونوا متفقين وكنتي قريب لهم كل ما راك قريب. لا هذه دومي فينال في ثاني في فيناليست، هذا كيبين لك قيمه النادي وقوته. كنتي قريب لهم كاملين. ولكن شوف 8 سنوات الاخيره لا تناقش، ما يمكنش واحد ينكر حصيله جد ايجابيه. ولكن في كاين الاشكال ان هذه الحصيله الايجابيه
اللي كانت في حقها رائعه وغير مسبوقه ما بنيناش عليها باش نهيكلوا النادي، باش نقويوا مؤسساته وباش نحترموا تخصصاته. يعني هذا الاخفاق راه مؤشر اللي كيبين لك الامور ماشي ما غاداش في الاتجاه الايجابي، رغم انك كنت دائما قريب من التتويج، قريب من الالقاب، ولكن خصنا نبنيو على الانجازات والاجواء الايجابيه اللي كيخلقها هذه النتائج باش نقويو المؤسسه، باش نحترموا التخصصات، باش نقويو الهياكل. ما يمكنش تبقى غادي بهذا الشكل هذا. راه بانت النتائج الان بان ما يمكنش تكون غادي بهذا الشكل هذا، رغم ان نقول واحد القضيه، راه ما يمكنش تنكر القيمه ديال النتائج تحققت، ولكن شويه نفتحوا، كان كفاءات، كان تخصصات، كان بزاف د الحوايج خاصها تحترم. ثانيا انا كنهضر على المستقبل الوداد الان. الوداد ما قدرناش نبنيو على الانجازات ونستغلوا فتره الاخفاق باش نبنيو هذا الرهان ديال هيكله. باش اسمح محمد، اش من صوره غتبان فيها في هذه الكوبا راه باللي قريب، ولكن راه الوداد هذه راه باش من صوره غتبان ما غتبان ضعيف، نروح ليه ضعيف جدا. نروح ليه استقرار تقني، استقرار تقني. 4 المدربين في موسم راه ما يمكنش حصيله شحال من اجوا مع عموته ياك عطيتيه موسم كامل دارك عصبه ودارك بطوله، الركراكي دارك عصبه ودارك بطوله. دوك الاستقرار التقني راه هو اللي تيعطي الاكل ديالو. الروح انا كندوي 4 المدربين راه هادشي اللي كنهضر عليه مصطفى. انا نتفق معك في الجوهر. دابا خاصنا نبنيو المستقبل. الوداد فرق كبير مرجعي وقيمه ومفخره ديال كره القدم الوطنيه، ولكن راه ما خلقناش نبقاو غير بهذا الشكل ديال التدبير والتسيير، ما يمكنش. وبالتالي قلت بان هذا الاخفاق اللي كان هذا الموسم اخفاق، رغم انه كانت فيه مجموعه ديال النتائج ايجابيه، رغم التعدد التجارب على مستوى المدربين واللي زادجوان اللي ما بقاش العدد ديالهم محصى، ولكن الوداد كان ديما قريب من التتويج. وبالتالي ما قدرناش نبنيو على الفتره الذهبيه ديال الانجازات، ونبنيو على الاقل هذه الفتره اللي في حق خصها تكون محفز ان الوداد تيكل وتنظم وتحترم التخصصات ديالها. المدرب سفين فاندنبروك تكلم باختصار على اسباب اللي خلاته انه الرحله ديالو غتسالي مع الوداد. 4 championnats, tu prends pas le Champions League, tu prends ni le championnat et tu sors en demi-finale. Donc ça veut dire que en gros ta mission n'est pas aboutie ou accomplie. Donc parfois il faut être aussi raisonnable de dire que peut-être pour gagner le titre il faut un quelqu'un d'autre. زفين واضح 4 الواجهات ياك ما ديت فيها حتى شي حاجه. سهله صافي السلام عليكم. اش بالك جمال فتح؟ السلام عليكم. التصريح ديالو راه منطقي، كيتكلم واحد حيت هو عارف اش قال 4 ديال قال 4 ما خرجتي منهم اذا خص واحد اخر. موسم كارثي. هو شوف ماشي هو كارثي دابا هو زفين شويه ذكي فاش يدير التصريحات، ذكي هو كيحاول يدير كيف التصريحات وعارف راسو اخر مقابله ليه راه عارفها، لان حتى العقد ديالو كنظن ما فيش زعما شي عامين. كانت اخر مباراه ليه، كانت اخر كومبيتيسيون ليه، كاين فرق. واخر مقابله لا كون ربح كان يقدر يلعب فينال. كان توقع كان هذا كان ممكن يلعب، ممكن شوف ممكن يلعب هذا، ولكن راه كان هو عارف يعني اخر مقابله ليه هو دير تحليل كيقول لك راه بحال كيتقول على مدرب ما حققش الهدف راه غيمشي بحاله، راه غيكون تغيير. ما بقاش ليه الوقت، هو ما بقاش ليه الوقت يتخاصم مع مديحي. دوماج والله لا ولكن شوف هو الاشكال عاوتاني. شوف دابا باش نكونوا منطقيين، هو اي مدرب كيجي راه كيبغي ينجح، ما كاينش مدرب كيبغي يفشل بطبيعه الحال. ولكن خص يكون عندك ولكن ما كاينش مدرب كيبغي يفشل. دابا باش نتفاهموا، اذا السؤال زبين جا قالت لي الوداد اجي يدرب يقول لها لا، اي واحد باغي يدرب الوداد. بيان سور هذا الجانب الاول. اذا المشكل راه ماشي في زبين، في الاختيار ديال زبين وفي الاختيار ديال النفطي وفي اختيار ديال كاريدو، وهذا الشيء كامل راه لو ما كانش واحد بعض اللاعبين نقص المستوى ديالهم راه كتشوف مقابله اخرى ماشي غير هذه، حتى في محطات اخرى. شكون اللي كيخلي لك اللاعبين في ديك الحاله ديال التاهب وفي ذاك التركيز؟ هو المدرب. فبالعكس ولينا كنشوفوا اشياء غريبه داخل فريق الوداد. لاعب ممكن هذا كيلعب مقابله جيده ما كيبقاش يتكونفوكا، لاعب بليسي كيدخل كيمشي شي واحد هذا الساكو، يعني ولات كنشوفوا امور اللي ما هياش اللي ما تعودناش عليها يعني في فريق الوداد. مع العلم ان ديما نذكروا كاين نوعيه لاعبين اللي هما جيدين داخل الفريق الوداد، وهذيك النوعيه اللاعبين هي اللي خلات الفريق وصل يعني بقى لاعب البطولات الاخر رماق، لعب الفينال 3 دقائق 78 هو بطل ديال افريقيا. هذيك نوعيه اللاعبين، هذيك نوعيه اللاعبين لو كان عندها استقرار تقني كنتي تشوف ربما يعني نتائج اخرى. ممكن يكون تغيير بعض المرات المدرب ما كتمشيش معاه وكتكون حاجه للتغيير، ولكن باش يولي قاعده والاستقرار يولي هو الاستثناء. هنا كاين اشكال. ف يعني الموسم يعني خاوي الوفاض الوداد خرج
صحيح لعب النهائي، ولكن النهائي خصك تفوز به. صحيح بقى حتى اخر نفس في البطوله الوطنيه، ولكن خاصو يراجع اوراقه بشكل مبكر يعني بالنسبه للموسم المقبل. لان كنتظرك البطوله العربيه، انا كنظن لا وداد لا رجب لا ما يراهنوا عليها يعني تحضيريه اكثر. لان اولا باش نتفاهموا البطوله العربيه باش تربح الفلوس خصك توصل للمقابله النهائيه. الدور الاول فيها شي 100,000 دولار ولا ربع دومي شويه. ما كاين حتى هي اللي الفينال. مزيان فيها عندك التحضيرات بالمجان كما تنقولوا. واش تحضر بريباري فابور. هذا نقاش اخر يعني بالنسبه لي، لانه فيها لو بغيتي خص بعدا تسارح اللعابه اللي باش توصل للمقابله النهائيه.